أنا لست أتكلم في السياسة، لكن أنا أتكلم في كلمة ربنا بتقول إيه، بتوضح إيه. آية 18 ودي اللي بيتكلموا فيها كثيرين. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ودي في ناس كتيرة تندد تقول لك من الفرات إلى النيل هكذا أرضك يا إسرائيل. لا، الكلام ده مش صح، لأن ما بيكملوش باقي الآيات. طب ليه قال من نهر النيل لنهر الفرات؟ ليه ما قال من نهر بس؟ أصل زمان البلاد كانت تتسمى بأحسن حاجة موجودة فيها، زي دلوقتي لما يجوا يقولوا نشرة الأخبار، فعشان يجيبوا فرنسا يجيبوا إيه؟ برج إيفل. دلوقتي لما يجيبوا مصر يجيبوا إيه؟ الأهرامات. الكويت يجيبوا البرج بتاع الكويت. علشان كده كانت في دولتين، دولة الجنوب مصر مشهورة بالنيل، ودولة الشمال أشور وبابل مشهورة بالفرات ودجلة. لكن من حدود دول لحدود دول، ايه هي حدود الفرات؟ الأردن، لأن بابل وأشور كانوا عبارة عن العراق وسوريا والأردن ودول الخليج، دول اللي كانوا موجودين. طب ومصر ايه حدودها؟ سيناء عند رفح. تقول لي هم ليه بيقولوا كذا؟ لأن ما بيقروش باقي اللي قال لهم إن اللي هتملكوهم. القينيين، هل دول من الفرات ولا من مصر؟ القنزيين، القدموينيين، الحيثيين، الفرزيين، الرفائيين، الأموريين، الكنعانيين. لا قال لهم تاخدوا مصر ولا قال لهم تاخدوا الفرات. وعلى فكرة اليهود عارفين كده ومتأكدين. عارف لو اليهود عارفين ان من نهر النيل لغاية الفرات وخدوا سيناء، لما كنت تقطعهم ما كانوش يخرجوا من سيناء ابدا. لكن هم عارفين الحدود دي. هم عايزين ياخدوا ارض فلسطين كلها، هم دي اللي بيعملوها. وده الطمع، رغم ان الكتاب محذرهم برضو. اخوك اوعى تيجي عنده، لأن مش هديلك حاجة من أرضه. فمن هنا يا أحبائي نجد إن ربنا قطع معنا عهدا.